السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا النهاردة عملت بقى رز بشعرية وتورلي باللحمة، وإن شاء الله كده بإذن الله على يومين. مش عيب إن أنا أعمل أكل على يومين. بسم الله ما شاء الله. بصوا الطعامة، بصوا التحفة، جميل طالع تحفه. وطبعا كان عندي سلطه وعندي طحينه والمخلل موجود، وبسم الله ما شاء الله رز بالشعريه اهو. ودولت اتنين برضو عاملاهم كده، بحب انا اعمل في البريمه الصغيره دي. تاني برضو اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بيبكبك كده، شايفين الطعامه والجمال بيبكبك، شايفين التحفه. حاجه كده خفيفه برضو، خضار كده ني في ني، هتشوفوا طريقته هيعجبكم. حاجه بسرعه بسرعه كده اتعملت، ويا رب يكون الاكل عجبكم النهارده. صينيه رمضانيه من السفره رمضانيه. الحمد لله على كل حال، ربنا يجعل بيوتكم عمرانا بالخير وكل حاجه حلوه. واشوفكم كده دايما يا رب في احسن حال. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو ليوصل لكم كل جديد. كملوا بقيه الفيديو ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. هعمل بقى معاكم تورلي تحفة. جبنا كده الحلة وحطينا حتة سمنة فيها بلدي بقى نباتي المتوفر عندك، شوية زيت برضو المتوفر عندك. انا متعودة ان انا احط حتة زبدة او حتة سمنة ومعاها شوية زيت، وحتة لحمة كده مقطعة مكعبات، نعمل لها تشويحة حلوة عشان نظبط التورلي بتاعنا. انا بقى هقول لكم على حاجة. انا دايما في الايام العادية او في الايام بتاعه رمضان الصيام بحب بصراحة ان انا اعمل مثلا، لو انا هعمل تورلي زي ده كده ما بعملش اليوم واحد، انا بزود وبعمل تورلي ليومين. بعمل مثلا برامين 3 يكونوا صغيرين كده، اعملهم واظبطهم واجزأ اللحمة عليهم واعملهم على يومين. اما الرز بعمله يوم بيوم بصراحة. تمام. بتبقى راحة ليا، بيبقى توفير في نفس الوقت. انت مثلا جبتي نص لحمه، كيلو الا ربع كيلو، حسب ما انت ما بتجيبي لافراد اسرتك قد ايه، وبتجزئيها وبتعمليها وبتقسمي. مثلا تجيبي الخضار تعمليه وتعملي بقى برام او 2 او صينيه كبيره زي ما انت عايزه، وبتقسميها على يومين. انا برضو هعمل معاكم النهارده كده ان شاء الله. هنعمل يومين نرتاح، اليوم اللي بعديه نوفر بقى اليوم بقى بتاع الطبيخ كده. تاني يوم نقرا شوية قرآن. الأيام بتجري بسرعة والدنيا بقى زي ما انتوا شايفين، اللي عايز يعمل حاجة، اللي بيعمل بقى كحك دلوقتي، واللي بيعمل بدفور وبيعمل بغريبة والبسكويت والحاجات دي. فدايما هنبقى مفيش عندنا وقت. فأنا حابة إن أنا أعمل إن شاء الله على يومين. وكلكم طبعا ستات بيوت شاطرين ما شاء الله عليكم، بتعملوا احسن مني كمان. بس انا بقى طبعا اللي داخل جديد عليا، والبنانيت الحلوه اللي لسه بتتعلم واللي متجوزين جديد لازم يعرفوا ان هم يحاولوا يوفروا ويدبروا في بيوتهم. ولما تكوني حابه تعملي اكل وتوفري وتعملي اكل على يومين، اتعلمي مني يا حبيبه قلبي ويا ست الكل، وان شاء الله يومنا هيبقى حلو وجميل بيكم باذن الله. تمام. شوحت اللحمه بقى تشويحه حلوه، والبصله معاها مقطعه على ايدي مش مضرباها في الكب، وعامله بقى طماطم كده، شفشق طماطم حلو محترم هنزل بيه. تمام كده. انت شوحتي اللحمه بتاعتك في السمنه او في شويه زيت او في اي حاجه امكانياتك حطيها، الامكانيات اللي عندك اعملي بيها. لو حته ليا، حته دهنه، حته اي حاجه، المهم ان انت شوحتيها في اي حاجه. طبعا ده تلاقيها تشويحه محترمه، ومعاها شويه فلفل اسود وشويه وبصلايه حلوه كده مقطعاها. تمام زي الفل. وحطيت الطماطم تاخد 3/4 السوا، عشان الخضار بتاعنا اكد عليكم تاني لما تكون بتعملي اي نوع خضار او اي نوع طبيخ بتسوي اللحمه 3/4 سوا، عشان الخضار ينزل معاها وتستوي بقيه السوا بتاعها كامل مع الخضار. تمام. الخضار بتاعنا ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن بسله، عباره عن بتنجان، عباره عن جزر، بطاطس، كوسه. دول بس الخضار اللي كان متوفر عندي. لو بقى عندك بقى قلقاس حطي،
عندك فاصوليا خضراء حطي، خرشوف مفيش اي مشكله، جميل جدا. كل الحاجات دي بتعمل ميكس رهيب ووجبه غذائيه متكامله. كله حديد في حديد، بتنجان حديد، بطاطس برضو فيها حديد، نشويات يعني فيها نشويات وحديد، ومعاكي الخرشوف حديد 100%. يعني بصي، اعملي اي خضار عندك، او لو نزلت جيبي كل الخضار المتوفر معاكي في السوق حطي. ولو حطيتي فلفل الوان حطي، انا حاطه فلفل اخضر، وحاطه كوسه وبسله وجزر وبطاطس وبتنجان وفصين توم كده حلوين كده، مقطعاهم حلوين كده عليهم. تمام. جبنا بقى نعمل الرز بالشعريه. طبعا عملته معاكم كتير، مش هوجع لكم دماغكم، سهل جدا. هتحطي برضو المتوفر عندك في البيت، حته سمنه شويه زيت، والشعريه تحمريها تخليها ذهبي حلوه كده، وتزودي معيار الرز بتاعك الميه ومسافه ما تغلي. لو عندك شوربه يا ريت، هتبقى تحفه، زودي شوربه. عايزه تحطي مكعب مرقه ماجي بيبقى جميل برضو، بس انا ما لقيتش بقى، على ما نجيب ان شاء الله بتبقى حلوه. أنا ساعات بحط، تحطي بقى الملح بتاعك مجرد ما تغلي غسله الرز بتاعك المصري، تقومي حطاه وتغلي، يغلي الرز يتشرب، يوطي عليها شمعه وتسيبيه عشان يبقى مفرفر وحلو. تمام. تنسوش بقى رمضان، الايام بتجري بسرعه ازاي، يعني بسرعه بقينا 15 رمضان. ازاي انا مش عارفه، مفيش بركه في الايام خالص. ادعوا كده في الايام الجميله دي، والايام اللي داخله علينا، اللي جايه علينا دي اجمل ايام رمضان، اجمل ايام رمضان. الدعوه تبقى مستجابه ان شاء الله. ادعوا كده يا رب، كده ربنا يرحم امواتنا ويشفي مرضانا يا رب، اللهم امين. ارحم امواتنا يا رب جميعا، يا رب اغفر لهم وسامحهم واجعلهم يا رب الجنة دارهم ومرقدهم، اللهم امين. واشفي كل مريض، واشفي كل من يتألم بأي مرض وأي تعب، يشفيه ويزيح عنه، اللهم امين يا رب. ويا رب يفرح بناتنا ويسترهم، ويفرح أولادنا وشبابنا ويعينهم على اللي هم فيه، ويرجع كل واحد من غربته سالم غانم يا رب لبيته وأهله وأسرته، اللهم امين. ادعوا كتير يا جماعه، وادعوا لي، ما تنسونيش دعوه بظهر الغيب، دعوه بجبر الخاطر، دعوه باي حاجه حلوه منكم. اللهم امين يا رب. يا رب تقبل منا يا رب، ويتقبل منكم صالح اعمالكم، ويعينكم على الصيام، ويعينكم على ذكر الله وحسن ختامه وحسن ختام القران الكريم، اللهم امين. طبعا لازم نشوف اللحمه قبل ما احط الخضار، اشوف استوت ولا لا، او نسبة سواها وصل لقد ايه. مش هسويها سوا كامل، لازم يكون 3/4 السوا. بعرفكم ان في فصين توم هنا متقطعين حلوين، يدوني طعم كده ويدوني ريحة للخضار بتاعي. الخضار انا مقطعاه تقطيع كله زي بعضه، بسلة زي الكوسة، زي الجزر، زي البطاطس، زي البتنجان، تقطيع حلو كده، يعني وسط، ولا كبير ولا صغير. نزلت عليه مسافة ما ياخد غلوة غلوتين، هحطه معاكم بقى في البريمة، وادخله الفرن بقى يستوي كده وينشف ويبقى حلو. والرز بتاعنا خلص وتوطى عليه. وطبعا بقى من بعيد عن الكاميرا بقى، يعني بنوتي شوية سلطة شوية طحينة، عملت طلعت مخلل، اللي بتعمله بتعمله. هي بتبقى مش حابة تتصور، فبتعمل بقى أي حاجة بقى، عملت جلاش، عملت كنافة، تقول لي أنا سيبي لي أنا الحاجة دي على جنب، أنا هعملها. ربنا يديها الصحة ويخليها لي يا رب، يجعلها سند لي يا رب، اللهم آمين، بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا عندي البرمة دي صغيرة، أنا بحب أعمل فيها وإيه، بجزأ كده اللحمة، يعني أشوف اللحمة إيه تبقى قد إيه كده، فبحطها وأظبط عشان يبقى مثلا إحنا هناكل مثلا واحد زي ده كده النهاردة، هسيب التانيين 2. هما بصراحة أنا كنت معتقدة إن أنا هعمل 2 بس، لكن بسم الله ما شاء الله البركة حضرت، وطالما بنسمي الله في أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيزيدنا بركة، والحاجة بتبقى أكنها يعني عاملة العزومة. يعني كنت متخيلة إن هعمل برامين 2، عمل معايا 3، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. فانا كان واحد وتاني يوم كمان واتبقى، فطبعا ما برميش حاجة، انا بشيل في علبة بلاستيك او في كيس من بتوع التلاجة، وبشيلها في الفريزر، في اي وقت بطلع في الميكروويف بينفع، ما فيش اي حاجة بتترمي. الحاجة اللي هترميها هتتحاسب عليها. يعني اي نعم التالت جه شوية نصه كده، بس حلو برضو وكفى معايا بزيادة، الحمد لله يا رب.
طبعا هدخلهم الفرن ياخدوا بقى كده سوا على الهادي، وينشفوا كده من على الوش كده، بحبهم كده يبقوا ناشفين كده وحلوين. طبعا بنتي عملت السلطه والطحينه وطلعت مخلل ادتهم لي نولتهم لي، حطيتهم على جنب هناك اهو. طبعا والفرن سخن كده او البوتاجاز سخن، همسح مسحه سريعه عشان يبقى حاجتي نضيفه، مطبخي نضيف، بنوتي بتغسل المواعين ورايا، اي حاجه بتغسلها، بنبقى قاعدين بنفطر، المطبخ نضيف وزي الفل. يدوبك نقوم الطبقين او اي حاجه فطرنا فيها او كوبايه ولا حاجه بتتغسل. دايما انا كده في البوتاجاز او في المطبخ او في الحوض او في اي حاجه ورايا، الحمد لله بنبقى طالعين انا وهي مطبخنا زي الفل. بوريكم بقول لكم عملت لنا طبق سلطه صغنن كده، وطبق طحينه، وطبق مخلل ليمون وزيتون اللي انا عاملاه معاكم. مش عايزه اقول لكم المخلل ده عسل عسل، الليمون ده خلاص قرب يخلص. بصوا الرز بسم الله ما شاء الله مفرفر كده وحاجه كده ايه عظمه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.